السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل كباب حله. اللحمه بتاعتي اهي، مقطعاها مكعبات صغيره اهي، مكعبات صغيره. تمام. ومعايا هنا دوت كيلو لحمه، ودوت نص كيلو بصل اهو. نص كيلو بصل، البصل اللي هو الاحمر والابيض اهو، يعني براحتك الموجوده عندك. بس انا حطيت من اللي هو الموفي دوت والابيض، وخرطته عشان يبان في اللحمه لما تيجي تاكليه مع الرز. تخريط، مش في الكبه اهو. نص كيلو بصل، ودولت قرن ونص فلفل اهو خرطته، وقطيتين طماطم، 2 طماطم يعني اهو، عملتهم على المبشره. طماطم وقرنين فلفل. تمام كده. ومعانا الحله اهي فاضيه، هنولع البوتاجاز عليها تسخن قوي، وبعدين اللحمه نحطها في الاول، واول ما لونها يغير هحط البصل. تمام. نصفي كده اللحمه، نجهزها لما الحله تسخن خالص، تولع يعني اهي. هنسخن الحله الاول. تمام كده. تمام. هعمل لكم احلى كباب حله مع شويه رز، واحده وواحده. كباب الحله ده بيتاكل مع العيش، وبيتاكل مع الرز واحده وواحده، بيبقى جميل جدا. بالذات بقى البهاريز ديت اللي هي بتاعت البصل، لما بتتعمل بتبقى جميله قوي لما تاكلها مع الرز. كده الحله بتاعتي خلاص سخنت. هنزل الاول بالدهون. شويه كده هنزل بالبصل. نقلبها كده تقليبه. بسم الله. اهم حاجه يكون على نار عاليه. اللحمه دي مش هتاخد معايا وقت، هي هتستوي بسرعه عشان صغيره اهي. اول ما لونها هيغير شويه هقوم حاطه البصل. خمس دقايق كده. كده خلاص لونها خلاص اتغير اهي. هحط بقى البصل بتاعنا، نص كيلو على الكيلو اللحمه اهو. هنحط نص كيلو بصل. تمام كده. نص كيلو. نديله تقليبه، وبعدين نحط التوابل بتاعتنا من غير الملح. الملح مش هنحطه دلوقتي. هنحط ايه بقى من التوابل؟ هنحط شوية بهارات بمعلقة صغيرة زي كده اهي. بهارات، وفلفل اسمر، فلفل اسمر، وشوية قرفة،
وشويه حبهان مع ورق لورا مطحون اهو. ونقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض كده اهو. نقلبهم كده كويس. تمام. نجهز الطماطم بتاعتنا. الطماطم بتاعتنا اهي والقرنين الفلفل اللي انا قلت لكم عليهم شويه كده هحطهم. نهدي بقى النار شويه عشان احنا كنا معلينها لما الحله عشان تسخن. نهدي عليها شويه ونغطيها وشويه كده نحط الطماطم والفلفل وشويه سكر. السكر هحط معلقه صغيره والملح هحطه لما تستوي. تمام كده. هجيب لها غطا واغطيها. تتشوح كده مع بعض شويه بعدين احط الطماطم. هنحط بقى دلوقتي الطماطم بتاعتنا بعد ما اللحمه اتشوحت في البصل اهيت والبصل نزل ميته. هنحط الطماطم والفلفل تمام كده. نديهم تقليبه ونوطي عليها عشان تستوي. وقبل ما نغطيها هنحط شويه السكر اللي انا قلت لكم عليه. وبعد ما اللحمه ان شاء الله تستوي هعمل لها فحميه. مش اسمه كباب حله، هعمل له فحميه يبقى واخد ريحه الفحم. هنحط الاول شويه السكر اللي قلت لكم عليهم. احط كمان حبه صغيرين بس كده ونديها تقليبه وتستوي بقى ايه على مهلها. نحطها ايه في العين اللي ورا عشان نعمل الرز بتاعنا. تمام كده. تمام. تستوي بقى ايه براحتها. ونعمل الرز بتاعنا على العين القدامانيه. نولع اللي ورا دي وايه نحط اللحمه عليها. تمام كده عشان تستوي ايه على نار هاديه عشان ما تنشفش مننا. اللحمه دي صغيره وما حطيتلهاش ميه. هو البصل بتاعها اللي انا حطيته والتوابل ما عدا الملح. الملح اخر حاجه. الحله فاضيه اهي هعمل فيها الرز. تمام. هنجيب حته سمنه وشويه زيت عشان ايه هنعمل رز واحده واحده. تمام. نحط حته سمنه وشويه زيت. لازم شويه حته سمنه وشويه زيت. ميبقاش كله زيت او كله سمنه. شويه زيت كده ونعمل رز واحده واحده. هو الرز بتاع اللحمه للكباب الحله بيتعمل واحده واحده. تمام كده. هروح اغسل الرز وارجع لكم. كده السمنه سخنت مع الزيت. تمام. هنحط بقى الرز بس مش هنحط كله. نحط حبه صغيرين عشان هو اسمه رز واحده وواحده. حبه كده صغيرين ونسيب بقيه الرز لما ايه الرز دوت يحمر.
هنحمر الرز وبعدين نحط بقيته. كده خلاص الرز بتاعنا احمر اهو. هو مش باين قوي في الكاميرا ظلماه، مش احمر باين في الكاميرا، مش احمر قوي بس هو احمر. ونحط بقى بقيه الرز. بسم الله. نشوحه كده شويه. عندنا هنا واحدة مرقة دجاج نحطها عليه، وشوية ملح، وكده الأكل بتاعنا خلص. نديهم تشويحة كده مع بعض، واللحمة وطيت عليها عشان ايه تستوي، ما حطيتلهاش مية خالص. لو اللحمة بتاعتك بقى كبيرة يبقى لازم تحط لها مية مغلية. هي لحمة صغيرة ما حطيتلهاش مية، نقطة مية. هي التوابل على البصل وكده ما حطيتش مية خالص، وسايباها يعني موطية عليها تستوي يعني براحتها، عشان يبقى فيها صوص كده تاكليه مع الرز. ياخد تشويحه كده على النار الرز اللي انا لسه حطاه، وبعدين نحط الميه بتاعتها. كده الرز بتاعنا خلاص خد تحميص على النار تمام. هنحط بقى الميه. بسم الله. اوعي تزودي الميه كتير في الرز عشان ما يعجنش منك. اهم حاجه ما تزوديش الميه قوي في الرز عشان ما يطلعش رز بلبن. ماشي، عشان ما يطلعش رز بلبن. بدل ما تاكلي رز واحده واحده هتاكلي رز بلبن. بدل ما يكون فيه سكر يبقى فيه ملح، بس رز بلبن. في ناس بتعمله عامل زي الرز ابو لبن، ما بتظبطش الميه ولا في المحشي ولا في الرز. تمام كده. ندوق بقى. بسم الله. مظبوط. هنغطيه بقى بغطاها ونسيبه يستوي هو كمان. يبقى كده خلصنا الرز وخلصنا اللحمه، واللحمه بتستوي اهي والرز. اوعوا تنسوني في اللايك والاشتراك وتدوسوا على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من ام نور. ماشي. نسيب بقى الاكل يستوي. اللحمه بتاعتنا اهيت بتتشوح. هنحط عليها معلقتين خل. بسم الله. معلقتين 2. تمام كده. وهنحط الملح بتاعنا. لو احتاجنا تاني هنحط. نديها بقى تقليبه. بسم الله. هي عشان ما فيهاش اي دسامه حط عليها حته سمنه صغيره. اللحمه كلها حمراء اصلا.
نحط حته السمنه عليها اهي. بس انا اللحمه اللي انا عملتها دي حمرا قوي. حطيت لها حته السمنه عليها اهي. نجهز بقى حته فحم نغطيها عقبال ما نحمر ايه حته الفحم. جهزنا حته فحم اهي هنولع عليها. نخلي حته الفحم تحمر وبعدين ايه بقى نحطها على اللحم في حته ورق سلوفان وشويه زيت بس تحمر شويه وبعدين ايه نحطها. بتدي ريحه وطعم للحمه. بص حته الفحمه اهي احمرت اهي. احطها على حته ورق سلوفان. تمام. نجيب الاول شويه بهاريز ايه بالمعلقه. شويه بهاريز كده عشان نعمل عليهم نطفي عليهم الفحمه اهي موجوجه. نحط ورقه السلوفان هنا على الوش اهي. نحطها كده على الوش ونحط عليها ايه شويه البهاريز دول نطفي عليهم ونغطيها. نغطيها كده كويس ونطفي على اللحمه ونغرف بقى الرز ونغرف اللحمه. اللحمه خلاص بتاعتنا استوت اهي والرز شايفين الجمال. بصوا اللحمه استوت ازاي. بصوا سخنه قوي. بصوا عامله ازاي. استوت جدا جميله قوي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي اهي. ما تنسونيش في اللايك يا جماعه. حطوا اللايك والاشتراك وتدوسوا على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من نور. اشوفكم في خير يا رب. سلام عليكم.